قول لي رأي جدلي في الكورة. دي سلسلة حلقات هبدأها من النهارده، وهقول لكم في كل حلقة رأي جدلي عندي أنا في الكورة، وتناقشوني فيه تحت في الكومنتات سواء كنتم متفقين معايا أو مختلفين. رأيي الجدلي الأول بمناسبة إن إحنا في كأس الأمم يعني، هو إن منتخب مصر بتاع حسن شحاتة في جيل 2006 2008 2010 أقوى من منتخب المغرب بتاع وليد الركراكي اللي طلع الرابع في كأس العالم. مش بس كده، إنجاز إن أنت تكسب بطولة أفريقيا 3 مرات متتالية أقوى من إن أنت توصل نص نهائي كأس العالم. أنا عارف الناس كتير قوي هتهاجمني في الرأي ده، بس أنا بالنسبة لي ان انت تنجح في بطوله واحده ممكن عوامل كتيره جدا ساعدتك فيها اسهل بكتير من ان انت تكسب 3 بطولات متتاليه في قارتك. واكبر دليل على كده ان هي ما حصلتش في اي قاره ثانيه، مفيش منتخب سيطر 3 بطولات متتاليه. كده كده الانجاز اللي عملته المغرب كبير وعظيم، بس انا بالنسبه لي الكونسيستنسي اللي كان فيها الجيل ده، كميه الفرق اللي لعبوها في ظروف مختلفه، مره على ارضهم مرتين بره ارضهم، لعبوا فرق كانت نجومهم في اقوى حالاتهم، كنا بنكسب معظم ماتشاتنا بسيطره ودومينيشن رهيب. يعني في 2008 مثلا كسبانين الكاميرون وكوت ديفوار 4، وفي 2010 كاسبين الجزائر 4، ومفيش ماتش تقريبا في ال3 بطولات دول ممكن تقول ان الفرق اللي قدامنا كسبناها بالحظ. ممكن عشان ما ابقاش كداب كانت 2006 اضعف نسخه فيهم مننا، لكن اوفر انجاز مش طبيعي. كمان زود على ده ان احنا في ال3 بطولات دول مش دايما كانوا نفس اللعيبه بيبقوا موجودين. يعني مثلا الليبرو بتاعك في 2006 كان ابراهيم سعيد، لكن في 2008 و2010 كان هاني سعيد. ابو تريكه مثلا كان موجود في 2006 و2008 بس بسبب الاصابه ما كانش موجود في 2010. نفس الكلام على عمرو زكي. محمد زيدان ما كانش موجود في 2006 بس كان موجود في 2008 2010. سيد معوض ما كانش موجود في 2006 بس كان موجود في 2008 و2010. فانت مش نفس الفريق على مدار ال3 سنين، برضو كان في شويه تغيرات، ومع ذلك النتيجه واحده، سيطره تامه على القاره. عرفوني بقى تحت في الكومنتات رايكم انتوا الشخصي، تتفقوا معايا ولا لا، وقول لي برضو لو عندكم اراء جدليه تانية تحبوا ان انا اقولها في الحلقات اللي جايه.